انا غالو قادر كاري واحد المحل في الشارع سيدي محمد الخرس من المروني 1500 درهم في 92 شهر 11 ديال 92. كان ادي الواجبات ديالي بالريسيبوس ديالي بالامور ديالي كامله اللي هي قانونيه، كنخلصها بالضرائب ديالي بالامور ديالي كامله. في 2011 تفاجات بواحد العقد اخر ديال 5500 في نفس المحل في نفس كذا. مشى دعوني في المحكمه، ربحته في المحكمه في طنجه، هما استنفوه هنا المحكمه التجاريه ديال فاس، حكمت عليا بالاداء والافراغ. انا كنخلص المسائل على العقد اللي مزور. رجع الملف ديال المحكمه ديال الاستئناف، المحكمه الاستئناف عملوا فيه الساده القضاء، خرجوا المعاينه، عملوا المعاينه، جبروا محل واحد اللي كنقول انا بالخبره ديال المحكمه بالساده القضاة، خرجوا نعين المكن وعملوا المسائل ديالهم كاملا. ها هي فين هي، ها هي الخبره ديال الخبير ديال المحكمه. يعني محل واحد في شارع سيدي محمد الخرس بالثمن ديالو، بالشواهد من عند الضرائب ديالو، بالشواهد ديالو ديال البلديه ديال الضرائب. جا السيد القضاة شافوا المحل وطلعوا البلديه كيجبروا العقد ما كاينش كاع، ومسجل الحد. يعني الاداره ديالنا العموميه ديالنا مجدوده، ما كاين حتى شي حاجه، ما عنده ما مسجل، ما صحيح، يعني مزور. والقضيه باقا كتجري في الزور. ودابا رجعني المحكمه ديال الاستئناف ديال تطوان، وعملت المحكمه حكمت فيه في الزور. دابا كاين مشى الشرطه العلميه في الرباط باش دبات في الخطوط الامضاء واش ديالي ولا ماشي ديالي. تفاجات انا كل سيمانه ماجين كينفذوا عليا. يعني ما كاين استدعاء. انا عندي مثلا محل ديالي عامر هذه من 92، والكريدي ونتاع الناس والخدامه وانتم كتشوفوا كما كتشوفوا العقد الاصلي يعني من هذا السيد. ها هو كما كتشوفوا هذا، ها هو مدلزين نهار 19 1992 مساومة كرائية قبل 1500 درهم. ها هو كاين المحل من بعد المزيد وثلاث ابواب. ها الخبار المحكمه مع الخبير ديال المحكمه، ها هي كما كتشوفوا هنا في الصور بانها المحل مصور كيف كامل. ها هو المحل فيه ثلاث ابواب لانه كاين محل واحد ما كاينش جوج محلات. وهذا السيد ظهرنا واحد العقد ديال 5500 درهم كما كتشوفوا هو في الورا. ها هو بنفس المواصفات، المحل فيه 5500 درهم ومدلازين نهار الحد. وطلع السيد القاضي من محكمة الاستئناف حتى البادية جبر بأنه العقد ما كاينش مسجل، والمحل كاين محل واحد العقد ما كاينش. وهاد الناس كيجيو ينفذوا عليهم بالأذى والإفراط، والدعوة باقا في الزور، باقا ما باتتش فيها المحكمة، باقا في الزور. كيجيو من المحكمة التجارية ديال طنجة، عندهم حكم استئنافي من المحكمة التجارية ديال فاس كينفذوا علينا بالأذى والإفراط. هو كاين محل واحد وكاين جوج العقود، وحنا كنستنجو جلالة الملك الله ينصرو وقف معنا في هذا الشيء هذا. هانتوما كتشوفوها موجود العقود هاهم بحال بحال، هاهم الضرائب ديالهم. ها هي هذه الشهاده من اداره الضرائب بانه المحل شارع محمد الخراز اللي كيعترف به السيد المروني اللي عنده هو 1500 درهم، ما كاينش يدير 5500 درهم. وها هو هذه عوائق اخرى، ها هو فين السيد رئيس المحكمة صفة عام مفوض يشوف واش كاين هذا العقد في السجل. ها هو جبروا بأنه غير مسجل لتصحيح الإمضاءات، لأن تاريخ المصادقة هو 1/11/1992 صادف يوم الأحد، ولا يجوز بكل الناس سوى تاريخ 30/11/1992 كيجي هو الجمعة وكيتحل نهار الاثنين. فهذا العقد هذا لا أساس له من الصحة.
كما كتشوفوا نفس العقود نفس المحل بدلنا في السوق الكرائي. واحد مكلازي اللي مزور مكلازي نهار 92 نوفمبر، والحقيقي مكلازي الخميس نهار 19 1992 بالضرائب ديالو بكلشي ديالو قانوني. وهاد الناس كيجيو الدعوه باقا جاريه في محكمه السير ديال تطوان، وعندنا حكم تمهيدي. ها هو قرار تمهيدي، ها هو كما كتشوفوا معنا نهار 22 سبتمبر 2017 بان هانتوما القاضي خرج المحل عين المحل بان كاين محل واحد بثلاث ابواب تفسيره فاصل، وطلعوا الباديه انتقلوه كما كتشوفوا هنايا، جبروا عينوا العقد اللي مزور 5500 درهم، جبروا انه العقد ما كاينش مسجل، ما كاين اساس له. ودابا صيفطوا الشرطه العلميه بالرباط يشوفوها في الخطوط. وهاد الناس كيجيو وكينفذوا ديال محكمه جلال فاس عندهم واحد الحكم ديال العقد 5500 درهم وهو ما كاينش، ما كيعلمونا. وكيجي السيد المنفذ كل اسبوع كيطلع ينفذ علينا، ما كيصيفط لنا الاستدعاء، ما كيصيفط لنا حتى حاجه. كيجي يوقفوا لنا البوليس يقول لك خصك تخرج، والمحل كاين محل واحد، وما كيقولوا راه انت كتشوف محل واحد جوج العقود. اسيدي عطينا المحل الثاني، فين هو المحل؟ ناخذوك من هذا المحل العقد هذا، فين هو المحل الثاني؟ كيقول لك هذا ماشي شغلي، فانا كنعرف عين نفذ، انا كنفذ واحد قرار محكمه السين، وحنا كنجلو جلاله الملك يوقف معنا في هذا الشيء هذا. والله يستر سيدنا، والسلام عليكم.